عيادة الموتوسيكلات. سلسلة جديدة هنتكلم فيها إن شاء الله عن إزاي تكشف على الموتوسيكل بتاعك وأنت بتشتريه، سواء كان زيرو أو مستعمل، وأهم الأجزاء اللي في الموتوسيكل. نقدمها لكم أخوكم محمود سامي. يلا بينا نشوف أول مريض معانا في حلقة النهاردة، ألا وهو آلة الجر. هنتكلم النهاردة عن آلة الجر، وقبل ما هنتكلم عنها هنجاوب عن سؤال الحلقة اللي فاتت، هو إيه الفرق بين الترس الكبير والترس الصغير لما يتعدل في الموتوسيكل، ومين بيديك عزم ومين بيديك سرعة، وازاي بيأثروا على الموتور بتاعك. مبدئيا سواء عزم او سرعة فالاتنين بيأثروا على الموتور، لان العزم مش هيجيب سرعة وهيخنق الموتور، والسرعة هيجيب سرعة وهيتعب الموتور، فالاتنين غلط. لان الخواجة اللي عمل الموتوسيكل بتاعك دوت هو عامل التروس بنسبة معينة عشان تبقى مريح الموتور، فلما انت تعدل الترس يجيب معاك سرعة اكتر من الموتور، فانت كده بتحمل عليه، او يجيب معاك عزم وما يجيبش سرعة، فانت كده بتريحه زيادة عن اللزوم، فبرضه بتقلل عمر بطريقة ما. فاهم حاجه؟ فالاحسن طبعا انت تركب التروس الستوك. اجابه بقى عن السؤال ده، لما الترس بيكبر بيديك عزم المكنه ترفع معاك، لما الترس بيصغر بيديك سرعه، يعني الترس حجمه بيصغر فبيديك سرعه، فالمكنه بتسحب معاك اكتر، وروح الغير الاولاني تبقى اطول. فمعنى كده انت لما تجيب الغير الاولاني هتلاقيه بيطلع معاك بالراحه، فاهم؟ ممكن تمشي زي الغير التاني كده في مده طويله ما يتحرقش ولا يتقفل لك الموتور. فهمت حاجه؟ نتكلم بقى عن آلة الجر وازاي تكشف عليها، وامتى تتغير، وهل هي كده سليمه ولا محتاجه تتغير، والحوارات دي كلها. طيب يا جماعه، آلة الجر عشان تعرف ان آلة الجر اللي قدامك ديت سليمه ما فيهاش اي حاجه، متشحمه وما فيهاش تراب ومشدوده صح، تيجي تحط مفتاحك كده، تمام؟ تيجي تدور كده، تيجي تدي غيار كده، تيجي تبص كده، هتلاقي الفرده بتدور بآلة الجر ما فيهاش اي كركره ولا فيها اي حاجه، فاهم؟ وانت لما تيجي تطلع كمان بالموتوسيكل مش هتلاقي فيها اي كركره ولا صوت اي رجه او بتاع خشونه او الكلام ده كله، هتلاقيها بتطلع معاك بسرعه وبتمطرك لقدام كده. دي آلة الجر السليمه. ممكن بقى آلة الجر يبقى فيها شويه بوش، النتيجه دي محتاجه الشد، فدوت الرجلاش بيشد عادي، بس ساعات تانية آلة الجر بتبقى بايظه اصلا محتاجه تتغير. فعشان تعرف آلة الجر محتاجه تتغير ولا لا، تيجي هنا كده وتشد الترس ده على ورا، بص هنا ما بيطلعش عشان آلة الجر دي لسه مغيره. بس لو آلة الجر التانية بايشة او بايظة، هتشد آلة التروس دي لورا كده هتلاقيها بتروح معاك، حتى لو يعني رغم ان في بوش اهو، بس هتيجي تشد كده ما بتطلعش مع الشقة. انما لو بايظة هتيجي تشد كده تلاقيها بتروح معاك الموتزاريلا، فاهم؟ جبنة موتزاريلا. فده الفرق بين آلة الجر السليمة والبايظة. بما ان احنا اتكلمنا عن آلة الجر والزيوت ودي طاسة زيت كده، هنتكلم ان شاء الله في الحلقة الجاية عن الزيت، وايه احسن زيت للموتوسيكل، وازاي تبقى عارف انواع الزيوت وزقة الزيت والحوارات دي كلها. يبقى اللي احنا هنتكلم عن الزيوت، تخيل انت تشوف الحلقه الجايه عن الزيت، تفتكروا انه زيت احسن، او ايه الفرق بين الزيت ال 1040 وال 2050. اللي عارف تحت في الكومنتات، واللي مش عارف يستنى الحلقه الجايه نتكلم فيها ان شاء الله عن الزيوت. وبس كده، ما تنساش يا صاحبي تعمل لنا فولو عشان نشوف كل جديد، وما تنساش ان الغير المختص شيء لابد منه عشان تبقى ضامن ان انت بتحط فلوسك في البايك الصح. ودي كانت حلقه النهارده من عياده الموتوسيكلات.